بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده هنعمل الغدا، وطبعا بما اني معلش الحمد لله رب العالمين تعبانه شويه فمش هقدر اطبخ طبيخ فهعمل حاجه سريعه. الحاجه السريعه هي عباره عن فرخه، وهحط معاها بطاطسيتين على اساس ان هي يبقى فيها صوص يتاكل مع رز. التوابل بتاعتي هنا اللهم صل على النبي احسن، ملح وكزبره، شويه ورق لورا مطحون، فلفل اسمر، دي 7 بهارات. معلش اعذروني مش مجمعه قوي يعني. 7 بهارات دي بابريكا، وده كركم. تمام. هحط كل دول هنا. على فكره بحب اعملهم كده بيبقى شكلهم حلو قوي لما بتعمليه اهمت. وعشان الين كل ده هعمل هحط عشان تديني طعم وتبقى متماسكه واعرف اعمل فيها. هحط شويه زيت عليه، وهم شويه الزيت دول هم اللي انا بحطهم، ما بحطش اي سمنه تاني او اي دهون. هحط شويه خل صغيرين عشان الفرخه تبقى مستويه كويس. سوري، نحط الجوانتي لان صوابعي متعوره. صوابعي كلها متعوره فمعلش. هعمل التوابل بتاعتي كده، وهخلي حته على الحاجات اللي انا هحطها، وهمسك الفرخه وادهن. هعمل الحاجه معايا كده، هملح الفرخه كلها. تمام. وبعدين هخلي الفرخه مطرح ما انا كنت حطاها ثواني. وهبدأ احط بقية الخلطة بتاعتي بالحاجات اللي فيها مطرح الخلط. بصلتين وسط، بصلتين عشان الصوص عشان يبقى فيه مية، فلفل اخضر، وهحط فلفل الوان بس مفرزناه فمش هطلعه على طول، هطلعه كمان شوية، وطماطم. وهبدأ اقلب بالخلطة التوابل اللي انا حطاها. وعندي بطاطسيتين كبار مقطعاهم كبيرة قوي، وهبدأ اقلب كده. تتبيلتي كل حاجة عندي متبلة، والملح بتاعي معلقة ملح كبيرة، والباقي معالق حاجات صغيرة. وهبدأ اجيب فرختي وابدأ احطها، وهبدأ اسوي. هبدأ اغطيها شوية الحقيقة، وبعد شوية بس التتبيلة وتتشبع بيها، وبعد كده ربنا يسهل ان شاء الله.